ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى يا بنات هنعمل كده بطاطا بالكراميل، حاجه كده تطر علينا في الجو الحر ده. بجد حلوه قوي، وبجد شكلها تحفه، بحبايتين من البطاطا وباكو كراميل. هتعملي بجد عظمه، وشايفين الكميه كلها الحلوه دي من حبايتين البطاطا. اول حاجه كده نقول بسم الله، ونبتدي كده نقشر البطاطا كده بالشكل ده بعد ما غسلناها غسله حلوه. هنقشرها بالشكل ده، وبعد كده هنقطعها بقى حلقات رفيعة علشان تستوي كده معايا. غسلتها كويس تحت المية، وهبتدي كده اقطعها حلقات كده رفيعة. عايزه اقول لكم انتوا ممكن الطريقه دي كمان تستخدموا بطاطا تبقى بايته عندكم، يعني بطاطا مسلوقه وبطاطا مشويه. تستخدموها برضو هتعمل نفس النتيجه، مفيش حاجه مختلفه خالص. بس انا كان عندي الحبايتين دول، قلت ايه اجربهم. هحط بقى كمان كده 3 معالق من السكر ده حسب الرغبه، وهحط كمان نص كوبايه من الميه، واغطيها بقى وارفعها على النار كده. مش هتاخد بالظبط 10 دقايق كده هتكون استوت معايا. هنا بصوا بعد دقيقتين كده ابتدت ايه تخش في السوا بالشكل ده. ههدي عليها النار واسيبها خالص مع نفسها 10 دقايق، هتلاقيها بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. مجرد كده ما احط الشوكة هتلاقيها اتهرست معاكي. وهنا بقى رفعتها من على النار وهي سخنة زي ما هي كده، هستخدمها عادي مفيش مشكلة. هجيب بقى كده ايه الصفاية بتاعتي، وابتدي كده ايه اصفي كده البطاطا من المية، واحطها كده في شفشق الخلاط. واحط كمان رشة من الفانيليا. مش ههرسها ولا اي حاجة بقى، في ناس بتهرسها الاول وبعد كده تحطها في الكبة، يعني خطوات كده كتير. لا وعلى ايه، هي كده كده هتتضرب كله مع بعضه. وهجيب باكل كراميل البودر هنزل بيه على البطاطا، وكمان نص كيلو من اللبن. انا حطيت نصه وبعد كده رجعت ضربته وحطيت النص التاني. عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه بجد. وهجيب بقى نفس الحله كده غسلتها، مش هنوسخ مواعين خالص زي ما قلنا. وننزل بقى كده بخليط البطاطا والكراميل والسكر والميه بالشكل ده كده، والسكر واللبن اسفه. هطلع بقى احط كده، هرفع بقى الحله على النار بالشكل ده. شايفين بقى الخليط كده ياخد بس غلوه معايا، وبعد كده هرفعه يبقى كده تمام. شايفين اهو بيغلي من الحروف بتاعته، شايفينه اهو ابتدى يغلي. اول ما تاخد غلوة واحدة بس هطفي عليها وارفعها من على النار، وكده تمام. هجيب بقى كده القالب بتاعي اللي هعمل فيه. انا جبت كده القالب بتاع الكيك ده، ممكن تستخدمي عادي اي صينية اي بايركس اي حاجة عندك، مش مشكلة. كده كده هتخش التلاجة. وهنا الكيس بتاع العسل اللي بيجي مع الكراميل انا مش هحطه، انا هحطه لما اجي اقلبها هحطه عليه، مش هحطه في الارضية. هفضي بقى كده الخليط بالشكل ده كده، وهسيبها بقى تبرد خالص. جبت كده منخل بلاستيك كده هغطيها كده بيه عشان تتهوى كمان، وهغطيها بيه لحد كده ما تبرد، وبعد كده هحطها في التلاجة. انا عملتها من بالليل قبل ما انام، وجيت الصبح بقى ايه طلعتها كده من التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده كانت متماسكة معايا خالص. جبت بقى طبق كده عشان اقلبها عليه. اخبط كده خبطتين كده عشان ايه ينزل بقى ايه الخليط اللي احنا عملناه بتاع البطاطا. هو طبعا الطبق طلع كبير شوية بس مش مشكلة عادي، مفيش اي مشكلة. هنجيب بقى كده كيس العسل بتاع الكراميل، ونبتدي كده نعمل اي شكل كده عشوائي يدي شكل كده ومنظر. حاجة كده مختلفة بقى، بدل ما نعمل يعني اتعودنا خلاص نعمل مسلوق، نعملها مسلوقة ونعملها مشوية. قلنا بقى نجرب الكراميل دي كده حاجة مختلفة. وبصوا شكلها كانت حلوة قوي. تعمليها كده لضيوف، حد جايلك لعيالك، بجد بتبقى حلوة قوي. هنقطع بقى كده قطع منها. انا كنت اول مرة بصراحة اعملها، قلت كده ادوقها بقى. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه يعني اكلها كلها. بصراحه كانت حلوه قوي، كانت حلوه قوي بجد. كمان الاطفال اللي ما بيحبوش البطاطا ممكن تعملي لهم الطريقه دي، هتعجبهم جدا ومش هيكتشفوا ان دي بطاطا اصلا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.